وسر البنه نتاعي زوز مغارف كبار. وي زوز مغارف كبار في الملوخيه يا مدام، زوز مغارف كبار. سر البنه بنه عظيمه ما تقدريش توصفي. جربيها وردي لي الخبر. ونخلط كل مع بعضها. شوفوا انا حطيت 200 غرام تاع ملوخيه اللي جبتها من عنابه. حطيت 200 غرام وحطيت 200 مليلتر نتاع زيت، ورايحه نزيد لها 200 مليلتر زيت وزيت زيتون، يعني زيت عادي وزيت زيتون. صافي 200 غرام تاع ملوخيه و 400 مليلتر ولا 400 غرام نتاع زيت. انا خلطت شويه تاع زيت زيتونه وزيت عادي. نخلط دركا كل شيء بارد في بارد، ماهيش فوق النار. ماهيش فوق النار. خلط كل شيء بارد في بارد. دركا نحطها على النار ونقعد نحرك. ما نحبسش من التحريكه بور لانستون. على نار متوسطه عادي، قليها كما نقولوا. بور لانستون جيست ملوخيه وزيت. حطيت النار يسخن. حطيت الماء يسخن. لازم الماء سخون. ورقتي نرند. حنوريكم انا كيفاش نطيبها. تجي بنه عظيمه. اللي يقول ورق الرند يمرر هي الملوخيه المره الاولى، انا الحق ما مررها ليش. شوفوا هنا هاي بدات تتقلى. ما نحبسوش من التحريك. ديجا اصلا وانتم تقلوا فيها تشموا ريحتها، تشموا ريحه الملوخيه. هاي تتقلى. ما نحبسش من التحريك. وهنا الماء لازم يكون يغلي. كان ما عندكش هذه سخني الماء عادي فوق النار نورمال، ونكبلها على 200 غرام تاع ملوخيه، عليها 400 مليلتر نتاع زيت، وعليها قلت لكم عليها 4 إطرات خلط. نكب ونخلط بشويه بور لانستون. شوفوا ديجا كيفاش تجي هي. والنار راني نقيتها طول. المهم عليها 4 إطرات نتاع الماء. شوفوا زدت لها الماء خاطش ما كفانيش. وشوفوا الملوخيه كدير هكا ما تخافوش منها. باش نكمل لها 4 إطرات نغطي عليها ونقصلها طول النار ونخليها بور لانستون. قبل ما نزيد اللحم ونزيد لها حتى حاجه 4 سوايع قد 4 سوايع قد وهي هكا تغلي. ما نزيد لها والو، نزيد لها جوست الماء سخون نغطي عليها. شوفوا كيفاش المره الاولى تجيكم. ومن بعد كي نكمل لها الكميه نتاع الماء اللي حاجتي ليها تتعدل تولي نورمال. شوف نغطي عليها ونخليها 4 سوايع فوق السطح. شوفوا بعد ما كملت لها الماء نتاعها نقص عليها طول. شوفوا بدات تغلي. نغطي عليها ونخليها. نجي درك اللحم نتاعها. دونك اللحم انا اليوم مانيش راح ندير بقري، راح ندير غنمي. وجدت طراف هكا نورمال. وجدوا طراف اي طراف عندكم، خليتهم هكا كبار باش من بعدهم يذوبوا. لله محمد رسول الله. ندير لهم الدويات نتاعهم كما نقولوا حنا بالبسكري. نفوحهم مليح، نغطي عليهم ونخليهم بعد ما تغلي هي 4 سوايع باش نحطهم هما في الملوخيه. دونك انا ندير لها بصله كبيره
تجي بنه عظيمه. الثوم درت زوز ريسان تاع ثوم، ها شوفوا نص مغرف كبيره تاع ملح. تكثروش الملح لقطاش كاينه ملوخيه هي كنبته كي يرحوها يديروا لها الملح، ما تكثروش الملح بزاف. قلت لكم نص مغرف كبيره تاع ملح، مغرف كبيره تابل كرويه. التابل اللي هو الكزبر عندنا حنا، هادو مخلطين تابل وكرويه، ستادير كزبر والكرويه مخلطين مع بعضهم. شوفوا سيرتو هذا النوع بنين يهبل. مغرف كبيره انا ندير لها. شوفوا مغرف مش معبيه بزاف تاع طماطم. شوفوا وعندي هنا مش معمره ثاني بزاف هريسه عربي، هذه جبتها معايا من تونس. عندي ما يقارب 5 مغارف كبار تاع زيت زيتونه. وسر البنه نتاعي 2 مغارف كبار. وي 2 مغارف كبار في الملوخيه يا مدام، 2 مغارف كبار. سر البنه بنه عظيمه ما تقدريش توصفي، جربيها وردي لي الخبر. ونخلط كل مع بعضها. شوفوا نغطي عليه ونخليه هنايا، نحطو في الفريشيدير ونخليه حتى من بعد خلاص يطلق كيما نقولوا الفحات هذوك اللي في بعضهم كلها يطلقهم باش نديرو في الملوخيه ان شاء الله. هذاك اللحم حتى هذا ونخليها تزيد تطيب حتى تقر زيتها، سما حتى يطلع هذاك الزيت الفوق. فما نعرف بلي الملوخيه طابت. كان ما طلعش هذاك الزيت الفوق اعرفوا بلي الملوخيه تاعكم مازالت ما طابتش، راهي نيه. شوفوا قريب تقر زيتها، خليها مازالته تهبل ريحتها نطيح في حد دار الكل. ان شاء الله مولدكم مبروك، وان شاء الله بالصحه والهنا، ان شاء الله عامكم كله خضار في خضار، ان شاء الله بكل السعاده والهنا، ان شاء الله بوكو دارجون بوكو دامور لا سانتي. فوالا شوفوا كيفاش قرت زيتها. اللحم طاب يهبل. لوح لها الفلفله ما نحلهاش، نحطها هكا برك حاره. راح نزيدها شوي ونطفي عليها. تهبل شوفوا البنه كيفاه جات تهبل وكيفاش قاره زيتها. لحم هابي زبده